السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وصحة عيدكم إن شاء الله يا رب تكونوا كامل عيدتوا بألف خير وصحة وعافية. فيديو تاع اليوم راح ندخلوا للأنواع تاع الوسادات بإذن الله، راح نطرق معكم الكامل الأنواع. تبعوا معايا خطوة بخطوة. راح نبدأ لكم بأول نوع تاع الوسادات اللي هو الوسادة تاع شكارة ولا تاع لابوش. أسهل وسادة في الأفرشة، هذه أسهل وسادة تقدروا خاصة المبتدئات أنكم تبدأوا تتعلموا عليها، لأنها سهلة وما فيها حتى تفاصيل كي القياسات كي طريقة التفصيل كي طريقة الخياطة. بإذن الله تبعوا معايا خطوة بخطوة، أكيد راح تنجحوا فيها. هنا عندي هذه القطعة تاع قماش دراوات تحتاج حوالي متر ونصف. متر ونصف راح تخرجوا بها 4 وسادات، يعني بكمية قليلة تاع القماش راح تخرجوا 4 وسادات بنفس القياسات. القياسات تكون مضبوطة تماما. تبعوا معايا فقط. نفتح معكم هذه القطعة تاع القماش تاع دراوات فيها متر ونصف. راح نجيب شريط المتري نقيس لكم الطول، يعني تحتاج هنا متر ونصف. لاحظوا معايا متر ونصف تماما راح نخرج بها 4 وسادات. هنا عندي متر ونصف والطول واللي هو عرض القماش عفوا، يعني من لا ليزير عندكم مترتين وربعين. حاولوا تشيلوا القماش تاع دروات اللي فيه مترتين وربعين تماما مش أقل بنات. قبل ما نبدأ التفصيل راح نشرح لكم أولا على ورقة باش تفهموا أكثر. عندي هنا متر ونصف، هذا القماش اللي راح نشريوه، وعرض القماش فيه مترتين وربعين، دايما تلقاوه مطوي على 2 بهذا الشكل. عندي متر ونصف على مترتين وربعين في القماش. نفصل لكم اولا على الورق باه يجيكم الشرح واضح ومفهوم ايضا على القماش. من هذه الجهة عندي مترتين وربعين، من هذه الجهة اللي هي عرض القماش اللي فيها مترتين وربعين راح نقص قطعة، راح ندي قياس تاع متر وسبعين فقط. ركزوا معايا البنات، من جهة المترتين وربعين يعني من لا ليزير راح نقص جهة على ليزير وحدة. نحسب من لا ليزير عفوا الأولى متر وسبعين، نعين قيمة متر وسبعين، نحتاج فقط متر وسبعين، ونحي القطعة الزايدة راح تبقى لي حوالي 70 على متر ونصف. هذا القطعة اللي راني قصيتها فيها قيمة 70 سنتيمتر، والطول تاعها متر ونصف القيمة اللي كنتو شريتوها. وهنا راح نفصل على القطعة المتبقية اللي فيها متر ونصف على متر وسبعين. نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم. هذه القطعة فيها 70 سنتيمتر، نحطها جانبا. من بعد راح نشرح لكم عليها، راح تكون الوسادة الرابعة. وهذا القطعة اللي فيها متر وسبعين على متر ونص راح نفصل بها 3 وسادات. نعاود نطوي هذه القطعة على 2، يعني هنا راني نقصت قيمة 70 سنتيمتر من جهة لا ليزير، وعاودت رجعت القماش كما كان بهذا الشكل. في هذه المرحلة من جهة المتر ونصف راح نقسمها ل3 وسادات، كل وسادة العرض تاعها فيه 50 سنتيمتر بهذا الشكل. طبعا من بعد راح نطبق لكم على القماش تفهموا أكثر. هذه الوسادة الأولى، ونقطع معكم الوسادة الثانية بهذا الشكل. تحصلت على 3 وسادات العرض تاعهم 50 سنتيمتر والطول متر وسبعين لكل وسادة بنفس القياس. كل وسادة فيها 50 على متر وسبعين. هنا تحصلت على 3 وسادات البنات. نرجع هنا للوسادة الرابعة. عندي هذه القطعة اللي العرض تاعها فيه 70 سنتيمتر والطول متر ونصف. ندورها بهذا الشكل، نحي قيمة 50 سنتيمتر للوسادة الأولى وقيمة 50 سنتيمتر للوسادة الثانية، هذا الوجه الأمامي والخلفي، ونحي قيمة 30 سنتيمتر للجزء اللي راح نغطي به الوسادة في الجهة الداخلية. بهذا الشكل نكون تحصلت على 4 وسادات بنفس القياسات، العرض 50 سنتيمتر والطول متر وسبعين. نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم. هنا راني شرحت لكم على الورق باش نأكد فقط طريقة التفصيل، وراح نكمل نفصل معكم على القماش ونخيطه أيضا. حاولت نجمع لكم كامل المعلومات مع بعضهم باه ما يجيكمش الفيديو طويل. طريقة الخياطة لاحظوا معايا سهلة جدا، تطويو قيمة 70 سنتيمتر وتخيطوا خياطين فقط. دوك تشوفوا معايا كامل التفاصيل. نرجعوا للقماش البنات. هنا الطول عندي متر ونصف والعرض مترتين وربعين، من لا ليزير. أول خطوة راح نبداو نخدمو بها، نفتح القماش من جهة المترتين وربعين كما شرحت لكم على الورق.
ونحسب قيمة 170 لاحظوا معايا من لا ليزير لا ليزير نفتح ندي قيمة 170 وراح تبقى لي قطعة صغيرة فيها قيمة 70 سنتيمتر. هنا لاحظوا معايا بعد ما قصيت هذه القطعة العرض تاعها راه فيه 70 سنتيمتر والطول 1.5 متر. راني نأكد لكم على القياسات. نحط هذه القطعة جانبا، هذه راح تكون الوسادة الرابعة، فيها شوية اختلاف في جزء الخياطة، يعني راح يكونوا فيها خياطات زايدين فقط، أما القياسات نفسهم. نعاود نطوي القماش على 2. لاحظوا معايا بعد ما طويته على 2 نجي لجهة 1.5 متر نعين قيمة 50 سنتيمتر في كل وسادة كما كنت شرحت لكم على الورق بنفس التفاصيل. حاولوا فقط كي تفصلوا تستعملوا هذا القلم السحري. أيضا قيمة 50 سنتيمتر، تحصلت على 3 وسادات كل وسادة فيها 50 سنتيمتر والطول 1.70 متر. لأني نقصت هذه القطعة كما كنت شرحت لكم. نقص أولا الوسادة الأولى، هذه راح تكون الوسادة الأولى وهذه الوسادة الثانية وهذه الوسادة الثالثة. تحصلت على 3 وسادات بنفس القياسات. راح نفتح معكم هذا الشريط كما راكم تلاحظوا 50 سنتيمتر على 1.70 متر، وطريقة الخياطة راح تكون من أسهل ما يكون. نعينوا قيمة 70 سنتيمتر اللي هو الطول تاع الوسادة بالنسبة للجهة الأمامية والخلفية. نطوي هذه الوسادة الوجه على الوجه حتى نتحصل على قيمة 70 سنتيمتر بهذا الشكل، والجزء المتبقي في قيمة 30 سنتيمتر راح نطويه بهذه الطريقة، والخياطة على الجنبين فقط. وطبعا لازم تكون عندنا كفة في هذه الجهة وهذه الجهة. من بعد ندير التقاطع. دوك تشوفوا معايا طريقة الخياطة من أسهل ما يكون. هذا بالنسبة ل3 وسادات. نرجع للقطعة الأولى اللي كنت نقصتها معكم اللي فيها 70 سنتيمتر، نفتحها معكم والطول 1.5 متر. حنجيب شريط المتر نعين قيمة 50 سنتيمتر. هنا دايما كي تحبوا تفصلوا نقصوا في القماش باه ما يجيكمش طويل، يعني طويوه على 2 بهذا الشكل. نحيت أولا قيمة 50 سنتيمتر الأولى، الطول 70 والعرض 50 سنتيمتر، يعني طريقة التفصيل راح تكون كأنها عكسية. نفس الشيء بالنسبة للوجه الثاني. فصلت الوجه الخلفي وهنا راح نفصل معكم الوجه الأمامي 50 على 70 سنتيمتر بنفس الخطوات. هنا فصلت معكم الوجه الأمامي والخلفي. تبقى لي فقط القطعة اللي فيها قيمة 30 سنتيمتر اللي راح تكون في الجهة الداخلية للوسادة. نزيد نعين قيمة 30 سنتيمتر. دايما حاولوا تخدموا بالكوس يفيني لكم الخدمة. نحي هذه القطعة، والقطعة المتبقية تقدروا تستعملوها في مشاريع أخرى. لاحظوا معايا بعد ما كملت القطعة تاع الوسادة في 3. طبعا هذه القيمة تاع 30 سنتيمتر، الطول تاعها 70 سنتيمتر، راح نقص هذيك القيمة الزايدة نخليها 30 على 50 سنتيمتر. وهنا نكون كملت معاكم طريقة التفصيل. تحصلت على 4 وسادات بنفس القياسات فقط ب1.5 متر من القماش. نروح مباشرة لماكينة تاع الخياطة. راح نشرح لكم مرحلة بمرحلة، تبعوا معايا فقط. نبداو اولا بهذه الوسادة العادية اللي فصلتها معكم، الطول تاعها 1.70 والعرض 50 سنتيمتر. راح ندير كفة للجهتين. طريقة الخياطة من اسهل ما يكون. نديرو طية صغيرة على بعد نصف سنتيمتر ونعاود بالطية الثانية بهذا الشكل ونخيط عادي جدا. ما تنساوش دايما الغرزة التثبيتية في البداية والنهاية. الطول تاع هذه الوسادة 1.70 متر البنات، يعني بقطعة واحدة فقط راح تخرجوا وسادة ما كنتش راح تتعبوا نهائيا. هذه أسهل أنواع الوسادات، وسادة لابوش. أي مبتدئة تقدر تتعلمها. تجيب أي قماش متوفر عندها وتحاول أنها تطبق الطريقة. هنا راني نخيط في الكفة تاع الجهة الثانية. لاحظوا معايا بعد ما كملت هذو الجهتين ولا طرفي 1.70 متر. نستعمل معكم هنا طريقة الطي على بعد 70 سنتيمتر. نطوي الوجه الصحيح على الوجه الصحيح. نحسب قيمة 70 سنتيمتر.
من هذه النقطة راح نطوي القماش الوجه على الوجه. لاحظوا معايا بعد ما طويت على بعد 70 سنتيمتر تبقى لي هذه القطعة نرجعها بهذه الطريقة ونخيط على الجهتين. طريقة سهلة جدا. هنا بعد ما حكمت بلي زيبانجل، حاولوا دايما تستعينوا بلي زيبانجل في الخدمة تاعكم، ركزوا على الكفة تكون على الحافة تماما. وايضا نحكم بلي زيبانجل. هذه النقاط اللي راني نعين فيهم لي زيبانجل هما اللي راح ندير لهم لو بوين داري، نثبتهم مليح اثناء الخياطة. نروح مباشرة للماكينة تاع الخياطة ونخيط على الجهتين، جهة اليمين واليسار فقط. نخيط على بعد نصف سنتيمتر. لاحظوا معايا كي نوصل لهذه النقطتين راح نثبت مليح بالغرزة التثبيتية، لانه هذا المكان نفتح به الوسادة يكون عليه الضغط. لاحظوا معايا البنات كي تكون القياسات مضبوطة راح تخيطوا الوسادة بكل اريحية. نكمل نخيط الجهة الثانية بنفس الخطوات. هاي لكم النتيجة اللي تحصلت عليها. نحي لي الزيبانجل. وهنا الخطوة الأخيرة أني نستعمل البنات لا سيرجيتاز. ما تخليوش الوسادة بهذا الشكل ولا هذه اللي شتى الخيوط. اللي عندها الماكينة منزلية دير زيكزاك، واللي عندها لا سيرجيتاز تحاول أنها تخدم بها أفضل. هنا عندي هذا الأسيس تخدم ما شاء الله نوعية كوبرا. اللي ما شافتش الفيديو راح نخليه لكم في صندوق الوصف، ولا ارجعوا للقناة راح تشوفوا الطريقة. خدمة تاعها فينية روعة البنات. هنا هذه الخطوة مهمة جدا انكم تفينيوا الحواف على الجهة الداخلية كما راكم تلاحظوا. الفيديو ولا كامل تفاصيل راح نخليهم لكم في صندوق الوصف. بعد ما كملت لا سيرجيتاز نرجع هنا للقطعة الرابعة. نحاول اني نخيط هذه القطعة بنفس الطريقة اللي خدمت بها الوسادة الاولى والثانية والثالثة. نجيب هذه القطعة اللي فيها 30 على 50 سنتيمتر، نحط الوجه على الوجه مع القطعة الكبيرة بهذا الشكل ونخيط الحافة تاعها. دائما كما راكم تلاحظوا ما تنسوش الخياطة التثبيتية. وايضا ندير كفة على الجنب بنفس الخطوات على بعد نصف سنتيمتر. نجيب هنا القطعة الثانية، يعني الوجه تاع الجهة الخلفية اللي راح نحطه بهذا الشكل الوجه على الوجه، ولكن اولا راح ندير له العطفة. يعني عندي عطفة في جهة اليمين وعطفة في جهة اليسار. فقط الوسادة الرابعة راح تكون فيها الخياطة تاع هذه القطعة اللي فيها 30 سنتيمتر. لاحظوا معايا نحط الوجه على الوجه بنفس الطريقة اللي كنت خدمت بها الوسادة الأولى والثانية والثالثة، يعني بنفس الخطوات. فقط الفرق في هذه الوسادة راح تكون فيها خياطة على الجهات الأربعة. نكملها ونشوفوا مع بعض النتيجة. لاحظوا معايا النتيجة اللي تحصلت عليها من 4 ما يكون سرجة الحواف كامل. يبقى لي فقط أني نقلب الوسادة على الوجه الصحيح. نبدأ أولا بالقطعة الصغيرة، من بعد ندور القطعة الكبيرة اللي هي الوجه الخلفي. لاحظوا معايا البنات النتيجة اللي تحصلت عليها من 4 ما يكون. بالنسبة لهذه الوسادة اللي هي وسادة تاع شكارة ولا تاع لابوش، راهي من أسهل أنواع الوسادات. أي مبتدئة تبدأ تطبق على هذه الوسادة أولا. طبعا ما تنسوش الحديد البنات راح يفيني لكم الخدمة. لاحظوا معايا البنات هذيك القطعة 30 سنتيمتر تغطي الوسادة تماما. وهنا الوسادات اللي كنت خيطتها معكم من قبل. نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم، يعني كامل راح يكونوا بنفس القياسات. هذه الوسادة الرابعة اللي فيها شوية خياطة، يعني الفرق ما كمش راح تلاحظوه نهائيا. كما راكم تلاحظوا فيها الخياطة على الجهات الأربعة. بإذن الله في الفيديوهات السابقة راح نشارك معكم بقية أنواع الوسادات. فقط البنات نتمنى أنكم تتفاعلوا مع الفيديوهات وتبارطاجيوهم لأحبابكم. نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. نتلاقوا في فيديو جديد ونخليكم في أمان الله.